اهلا بكل محب اسكندريه من المحيط للخليج. اهلا بكل متابعي قناه شوارع اسكندريه. معاكم انا اخوكم عادل والي. النهارده جولتنا في سموحه، منطقه جرين بلازا في سموحه، اشهر مولات اسكندريه. ولكن في البدايه لو حضرتك اول مره تتابع القناه، يا ريت تشترك فيها فضلا وليس امرا، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تعمل لايك من اسفل الفيديو علشان اللايك هو اللي بينشر الفيديو. اشوفكم بعد فاصل قصير ان شاء الله. اهلا وسهلا بكم من جديد في قناة شوارع ومعالم اسكندرية. معاكم عادل والي. منطقة جرين بلازا عبارة عن مجمع تجاري كبير كبير جدا في منطقة سموحة، في نهاية منطقة سموحة. بيتميز جرين بلازا على احتوائه على عدد كبير من المحال التجارية، حوالي 370 محل تجاري. في البداية أحب أوضح للي ما عندوش فكرة فين منطقة جرين بلازا في اسكندرية. هي آخر حدود منطقة سموحة، نفس الطريق اللي فيه نادي أصحاب الجياد ونادي سموحة، طريق 14 مايو. هيبقى ظهرك كده لفيكتور عمنويل، ميدان فيكتور عمنويل، ووشك للطريق الزراعي. هتطلع الكوبري بتاع 14 مايو، هيبقى على يمينك كومباوند مدينة أسد، وبعدها على طول هتلاقي جرين بلازا، وبعد جرين بلازا هتلاقي شريط القطر بتاع اسكندريه مطروح وطريق اسكندريه الزراعي. زمان كان جنبها الغابه الترفيهيه، لو حد يفتكر الغابه الترفيهيه، دلوقتي اصبحت مشروع ضخم في مسجد كبير وفي نادي الاتحاد السكندري. مول جرين بلازا بيعتبر من افضل الاماكن السياحيه في اسكندريه، للي بيعشق بقى ايه التسوق والترفيه في وقت واحد. يعني يعتبر تسوق وترفيه في نفس الوقت. ومول جرين بلازا بيضم عدد هائل من المحال التجارية العالمية، ماركات عالمية موجودة في مول جرين بلازا، بالإضافة إلى المحل المصرية المحلية ذات الجودة العالية، يعني المحلات المحترمة الشيك. يعني في محلات عالمية، ماركات عالمية، وفي محلات مصرية محلية بس محلات من المحلات المحترمة ذات الجودة العالية في معروضاتها. مول جرين بلازا مول متكامل، كل حاجة هتحب تشتريها أو تفكر فيها إن شاء الله هتلاقيها في مول جرين بلازا. الطريق في كمان في مول جرين بلازا في مكان مخصص أو قسم لأجود أنواع التوابل والبقولات لعشاق التوابل ذات النكهة المتميزة. في قسم مخصوص في جرين بلازا مشهور جدا في جرين بلازا في اسكندرية كلها. في جرين بلازا توابل ذات النكهة المتميزة موجودة في جرين بلازا. طبعا بالإضافة إلى في مطاعم في جرين بلازا، مطاعم بتقدم الأكل الياباني والأكل الصيني، ومطاعم زي ماركاتها عالمية، ومطاعم مصرية محلية معروفة جدا موجودة في جرين بلازا. مطاعم مشهورة، مطاعم عالمية، ومطاعم مصرية محلية محترمة جدا جدا. الأجواء في جرين بلازا بالنهار بتبقى مشمسة جدا وجميلة ممتعة، وبالليل بتبقى ممتعة أيضا. يعني ممكن الأطفال ليهم طبعا أماكن مخصصة في جرين بلازا، ليهم أماكن للترفيه واللعب. بخلاف كده ممكن هم يستمتعوا باللعب والجري في الممرات آمنة وواسعة ونظيفة.
فضلا وليس امرا يا ريت تعملوا لايك من اسفل الفيديو. فضلا وليس امرا يا ريت تعملوا لايك من اسفل الفيديو، لان اللايك هو اللي بينشر الفيديو. ولو حضرتك اول مره تشاهد القناه يا ريت تشترك فيها وتفعل زر الجرس. المبنى ده مبنى مجمع سينمات جرين بلازا. انت بقى ممكن تختار الفيلم اللي يعجبك، تختار ما بين بقى العديد من الافلام المختلفة المعروضة داخل السينمات. طبعا السينمات تضم شاشات عرض جديدة مجهزة بأحدث التجهيزات الحديثة العالمية. سينمات جرين بلازا من الأماكن الترفيهية الموجودة في جرين بلازا. طبعا جرين بلازا مجمع ترفيهي وتجاري في نفس الوقت. احنا حاليا في القسم او المكان المخصص للمرح والمتعة والألعاب للأطفال والشباب والكبار. ألعاب مختلفة لأعمار مختلفة وفئات عمرية مختلفة، أطفال وكبار، موجودة في جرين بلازا. المكان ده مخصص للألعاب والمرح والترفيه. ده الطفطف اهو، قطر الطفطف بيلف بالأطفال وبالكبار كمان والشباب في جرين بلازا. طبعا سواق القطر اهو مستني الإشارة تتفتح له. الإشارة فتحت له اهو، وبيلف بجولة بالأطفال في جرين بلازا. جرين بلازا زي ما قلت لكم فيها كل حاجة، نشاط تجاري، نشاط ترفيهي، نشاط سياحي، مطاعم، كل حاجة موجودة في مول جرين بلازا. مول ضخم، مول شيك جدا، أجواء ممتعة. المكان المخصص للأطفال والترفيه مكان كبير جدا، مساحته كبيرة. انا كده لو انا كده في وش كده الطريق الزراعي وعزبة المطار وفروكن، وعلى شمالي كده الغابة الترفيهية والطريق الزراعي. كل دي الاماكن المخصصة للالعاب. ده مبنى هيلتون جرين بلازا. هيلتون جرين بلازا موجود في المول. ممكن لو حضرتك مطول في اسكندرية شوية ممكن تنزل في هيلتون جرين بلازا، تستمتع بخدمة ذات مستوى عالمي في هيلتون جرين بلازا. لو حضرتك هتشرفنا في اسكندرية ايام ممكن تنزل في جرين بلازا. الكافيهات في جرين بلازا. جرين بلازا مليء بالكافيهات المشهورة والمعروفة. لما يكون في ماتش مثلا للاهلي والزمالك بتتفرج على الكافيهات، بتبقى كومبليت كامل العدد طبعا. مع دخول الاجوان بقى تلاقي الهيصة في جرين بلازا، بتبقى اجواء جميلة جدا ممتعة. طبعا الماركات العالمية والمحلية موجودة في جرين بلازا. مليء بالمحلات التجارية الترفيهية، ماركات عالمية وماركات محلية. مجمع جميل جدا، أجواءه ممتعة وشيقة، آمن للأطفال وممتع للكبار. مراكز ترفيهية، سينمات، أطفال، ألعاب، مطاعم، أجنسات للعربيات. في أجنس عربيات موجود في الجرين بلازا. على حدود سور جرين بلازا كمان في ابو راوية بتاع بحري موجود على مشارف او في وش سور جرين بلازا في ابو راوية.
ده كادر تاني كده لجرين، للهيلتون جرين بلازا، مليء بالاجانب واخواتنا العرب الخليجيين، لانه مكانه مميز، هدوء في مجمع تجاري ترفيهي. وانت موجود في جرين بلازا بتحس ان انت معزول عن مدينة اسكندرية. انت موجود في اسكندرية، بس انت في مجمع ذاتي مع نفسك كده، تحس ان انت معزول عن الاطار الخارجي للمدينة، العربيات والمواصلات والمشاريع والخلاقسات وكل ده، بتبقى انت موجود في حيز داخلي مع نفسك كده، انت واولادك او انت واسرتك في جرين بلازا. بالاخص بالليل بتبقى الاجواء بعد المغرب في الصيف كمان بتبقى فوق الرائعة. يا ريت فضلا وليس امرا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، من اسفل الفيديو تعملوا لايك فضلا وليس امرا. وفي نهاية جولتنا يا رب نكون توفقنا في ايصال ولو معلومة واحدة صحيحة، ونكون رسمنا على وجوهكم البسمة. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمة بإذن الله تعالى.